مساء الهنا على احلى متابعين في الدنيا. جديد وفيديو جديد. النهارده بقى كده حبايبي بكوبايه ونص من الدقيق هنعمل البان كيك الجميل اللي انتوا شايفينه ده بالموز. طريقته بسيطه وسهله جدا. يلا حبايبي كده، لو اول مره تشوفوني يا ريت كده تنوروني باشتراك حلو زيكم. منساش نفعل الجرس على كلمه الكل عشان اي حاجه بننزلها ينزل اشعار بيها يا احلى متابعين، او يوصلكوا اشعار بيها. واهم حاجة بقى حبايبي بالله عليكم اللايك عشان الفيديو يترفع معانا والقناة تكبر بيكم ان شاء الله. وصفة بسيطة وسهلة ومقاديرها بسيطة خالص. هنجيب البولة وهنزلنا كده ببيضة، بيضة واحدة بس كده. نزلنا بيها، نزلنا بالبيضة. هننزل كده برضو بمعلقة صغيرة من الخل عشان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة. ونزلنا بالفانيليا، وهنفضل بقى نضرب كده بالمضرب اليدوي كده شوية زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. عندنا كمان، عندنا كده معلقتين ونص كبار من السكر، اللي هو السكر العادي ده. وهنفضل برضو كده نخلط عشان السكر برضو يدوب. وعندي كمان هنا حبايبي هنضيف واحدة واحدة اهوت مع بعض دولت مكعبين كده من الزبدة. ممكن نضيف لو مش متوفر زبدة ممكن سمنة وممكن زيت، نستبدلهم بيهم. الموجود اللي عندنا نشتغل بيه. بصوا سهل خالص ومقاديره بسيطة خالص. وكمان نزلت برشة كده من الملح، هتعملوه هتفرحوا كده أطفالك يعني بحاجة بسيطة جدا ومقاديره بسيطة. بفضل بقى بالمضرب اليدوي كده افضل اعمل كده بايديا برضو شوية كده حلوين لحد السكر لما يدوب وكل الخليط ده يندمج كده مع بعضه. وعايز شوية كده حلوين بالايد لحد السكر لما يدوب. بصوا كده السكر داب معايا خالص اهوت يا حبايبي. شايفين لونه فتح شوية. مش هجيب بقى هنا، بصوا بجيب كده الخليط من الجناب. مكوناته بسيطة خالص وطريقة تحضيره مفيش اسهل ولا اسرع من كده. عندنا بقى كده موزتين، عندك موز طري، موز كده حسيت اللي هو اسود ومش عايزين تاكله، هنعمل به الوصفة الحلوة دي. موزتين كده متوسطين كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وههرسهم بهرسة البطاطس. احنا كنت عايزة او الموز كده ما يبقاش قطع ولا اي حاجة، فهرسته كده بالهراسة برضو. كان يعني في كده قطع صغيرة بالهراسة. جبت برضو هجيب المضرب وهعمل بيه زي ما انتوا شايفين كده برضو بالهراسة وبقلب. كان في قطعة برضو كده من الموز. انا عايزة الخليط يبقى ناعم كده، يعني لو حابين كده قطع الموز تبقى باينة فيه شوية زي ما انتوا عايزينه اشتغلوا كده، لكن عايزة الخليط يبقى ناعم خالص. فهجيب بقى شفشق الخلاط وهضربه فيه. ممكن بقى نستغنى عن المضرب اليدوي خالص ونعمل من بداية الخليط او من بداية الوصفة ونضربه في الخلاط كله مع بعض. اهو بصوا بنزل كده. هجيب برضو المضرب لاني عايزة الموز يبقى ناعم خالص اهو. بصوا اهو. بقولكوا بقى مش عايزة يبقى في قطع موز كده. فجبت بقى كده كده شفشق الخلاط وهنزل بالخليط لحد ما ينعم. يعني هي ضربة والخليط بقى ناعم معايا، لان كنا يعني خافقين المكونات بالمضرب اليدوي. بصوا الخليط بقى ناعم وجميل ازاي. ده طبعا القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. هنزل كل اللي في شفشق الخلاط، ننزل كده بكل الكمية. طريقته بسيطة وسهلة، ويعني بصوا هتقوموا تعملوه في ثواني ومفيهوش مكونات كتير كمان، يعني اقتصادي. هنجيب بقى كده الدقيق. نجيب الاول اللبن وننزل بيه. عندي قد لبن؟ بصوا اللبن كوباية الا ربع من اللبن. وهقلبهم برضو كده اهوت في الخليط بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده حبايبي.
واول كوباية معايا من الدقيق هننخله طبعا عشان يبقى البانكيك كده هش معايا وجميل. بقلب كده، بنزل كده بالكوباية الاول تختفي، انزل ايه بباقي الدقيق. وعندي كمان يعني معلقة كده ايه صغيرة، وشوف كنت هنسى وكنت هحطه من غير ما انخله، بس بحب كده ايه انخله. وهجيب برضو نص كوباية الباقية من الدقيق برضو وهضيفها او انخلها اهو، كنت بعايرها نص كوباية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها، وهننخل كده يا حبايبي. الله على الجمال. بس كده خلص معانا البنكيك. ادي البانكيك خلاص اهو. هنشيل بس كده الايه الدقيق من الجناب عشان ما نخليش اي اثر دقيق، ويبقى ناعم معايا كده وجميل. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. ونخلط نخلط لحد كده ما يبقى ناعم اهو، زي ما واضح معانا كده يا حبايبي. بس ده كده القوام المطلوب، شايفين؟ هنجيب بقى كده صينية او طاسة على النار تسخن معايا. في كده بقى حبايبي ملحوظة هنشوفها طبعا او هقول لكم عليها، يعني في شكل البانكيك. لو عايزين البانكيك زي ما بنشوفه كده بيبقى في التلفزيون، بيبقى بني خالص كده او واخد اللون الذهبي الفاتح الجميل ده، ده ما بندهنش دهنة من الزيت، بس ما تكونش الصينية بتلزق معانا. الصينية بتلزق، واللي عندي الصينية دي طبعا مش بتلزق، بس حطيت فيها مسحة من الزيت. هتشوفوا البانكيك اللي طالع فيه مسحة من الزيت بتبقى اول مرة بس مسحة من الزيت، وبعد كده ما بنحطش. وهتشوفوا كده بعد ايه، يعني تاني مرة تاني مرة بعملها من البانكيك او لما اقلب البانكيك على الناحية التانية هتشوفوا الشكل ده مش الشكل ده. هتشوفوا الفرق بين الصينية المدهونة والصينية المش مدهونة. طبعا بنبقى مهديين النار كده عشان يستوي او ما يتحرقش معانا، وياخد لون من بره ويبقى ايه ني من جوه. هو اصلا ما بياخدش سوا كتير على النار. بنشيل بقى كده بصوا، او كده ايه اللي بالزيت، يعني بص نحس اللي فيها ايه يعني حاجات بيضة كده من النص، مش واخد اللون اللي احنا عايزينه او لون واحد موحد، لا. هنجيب بقى كده حاجة نطلع عليها. ده كده كان اول حاجة طلع معانا. بصوا بياخد لون بسرعة ازاي. دي كانت لسه، فسبتهم شوية. بصوا بقى الايه اللي هحطه كده في الصينية تاني مرة، شوفوا لما يطلع هيبقى شكله عامل ازاي. اهو بصوا الفرق اللي في ايديا اللي هي اللون الموحد دي خالص، دي كانت ما فيهاش زيت. فزي ايه ما تحبوا لو مهتمين كده ايه بالشكل، بس طبعا طعمه جميل جدا والاطفال هتحبه. بنجيب بقى كده الطبق وبنرص كده، عندكم اي صوص بقى حابين تضيفوه عليه زي ما انتوا عايزين، عسل ابيض اللي انتوا عايزينه، حابين تسيبوه كده طعمه جميل برضو وفي منتهى الجمال. بجيب كده طبق صغير عشان احط عليه كده، كان عندي كده شوية من صوص الكراميل، هحط عليه صوص شوكولاتة، صوص فراولة، اللي انتوا عايزينه. بصوا الجمال، والله ما فيه اسهل ولا اسرع من كده. دي صوص الكراميل اهو يا حبايبي. حطيت كده ايه شوية في النص كده، ممكن بقى نزين بموز، جميل وسهل وطعمه في منتهى الجمال.
حبيت كده بقى ايه اعمل لكم كده شكل جميل زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنجيب بقى كده موزاية ونقطعها برضو عليه عشان احنا عاملينه بالموز، ومغذي وطعمه في منتهى الجمال. هتجربوه هتعملوه على طول، وسهل ومكوناته ابسط منه مفيش. كوباية ونص من الدقيق وبضاية واحدة بس طلعت لنا الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. يا رب كده الفيديو حبايبي يكون نال اعجابكم، ويكون كده ايه يكون عند حسن ظنكم. بصوا الجمال والحلاوة، والله ما في احلى ولا ابسط من كده. لايك وشير بقى يا احلى متابعين في الدنيا، واستنوني حبايبي في فيديو وصفة جديدة ان شاء الله يا احلى متابعين. واللي وصل معايا لاخر الفيديو بالله عليكم ما ننسى نعمل لايك وشير للفيديو. بشكركم يا احلى متابعين في الدنيا.